السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم خواتاتي؟ كم غاية لاباس؟ الحمد لله. اليوم جبت لكم هذا الكيك الإسفنجي بمقادير اقتصادية في متناول الجميع، ويجي خفيف وهشيش وغير بحبتين تاع البيض. راكم عارفين مع الغلاء وقاع والبيض راه غالي. المهم حنا نسيو نقتصدو ونديرو حاجة تكون مليحة وخفيفة. نبدو بالمقادير على بركة الله. هنا عندي كاس إلا ربع تاع السكر، عندي كاس حليب، كاس إلا ربع، نص كاس تاع زيت، وكأسين تاع فرينة. عندي هنا بيضتين، مبشور الليمون، عندي ديك القرصة تاع الملح، وعندي لافاني، وعندي خميرتين كيميائيتين كما راكم تشوفوا. نبدو على بركة الله. هنا عندي درت 2 بيضات ودرت داك السكر، ونروح نخلطوهم بالفوي. وهنا اختي ماذا بك الا عندك الباتور، جيبي الباتور وطلعي داك البيض والسكر بالباتور باش تجيك الكيكه خفيفه، حتى يولي داك البيض والسكر يولوا كيما الرغوه. هذا هو السر باش الكيك يجيك خفيف، يليق تطلعي داك البيض والسكر. ونروحو هنا نزيدو الزيت غير بشويه وحنا نخدمو بالباتور. هذه هي اختي حتى تكملي هذاك نصف الكاس تاع الزيت كيما راكي تشوفي اختي. ضربيهم غايه حتى يولوا كي الكريمه. ونزيدو هنا عندي لافاني سائله، وإلا عندك البودره تاني نفس الشيء. ونزيدو لهم المبشور تاع الليمون. ونستعملوا دائما الباتور باش ندخلوا كاع المكونات غايه فيما بعضهم. وهنا عندي الحليب، عندي كاس تاع حليب ونخلطو كما راكي تشوفي اختي. وهنا 2 كيسان تاع فرينه، وما ننسوش ديك القرصه تاع الملح، و2 تاع الخميره الكيميائيه، خميرتين كيميائيتين باش الكيك يجينا مفشفش ويجي طالع غايه، ما يجيش هابط. هادو هما المقادير اختي العزيزه، مقادير اقتصاديه ويكونوا في متناول الجميع ان شاء الله. بما ان البيض راه غالي وكاع حنا نسيو نقتصدو ونديرو حاجه تكون في متناول الجميع. هذه هي. زيدي خلطي اختي بالباتور حتى يدخلوا لك كاع المكونات فيما بعض. هنا انا استعملت هذا المول، دهنته بالزبده ورشيته بالفرينه، ومن بعدها فرشت شويه تاع البابي كويسون من تحت باسكو خفت لا يلصق لي، باسكو راني في شحال ما طيبتش بداك المول، كنت ندير غير بهذاك المول العجيب الو خفت. هذه هي. هنا الكيكه خرجتها كيما راكي تشوفي اختي، دهنتها بشويه نتاع لاجولي، كانت عندي لاجولي دهنتها بها باش تعطينا هذيك لا بريونس، ودرت لها خطوط تاع الشوكولاته. وهنا كان عندي كاوكاو شويه مدشش درته من الفوق هكا، وزينت بهذوك القرقعات اللي عندي. مهم التزيين اللي عندك حسب الرغبه وحسب الامكانيات. وكانوا عندي شويه تاني هذوك لي سوريز كونفي تاني قطعتهم غير على 2 هكا وديكوريت غير باش يعطيني لون شباب وجميل. راكم عارفين خواتاتي العين تاكل قبل الفم. مهم بالموجود، واحد تاني ما يكلفش روحه باش تفرحي وليداتك اللي كاين غير بالموجود، وديري حاجه مهم تكون مليحه وفي متناول الجميع. هذه هي اختي، وهذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تكون هاد الكيكه عجبتكم وتجي تصدقيني اختي تجي خفيفه هشه. كنا نديروا الكيكه ب4 بيضات ولا 5، كاين اللي حتى ديرهم حتى ب6، بصح انا من نقصت البيض لقيتها نفس الشيء، وبالعكس تجيني خفيفه وبنينه ما شاء الله، وما تجيش معجنه ابدا، تجي خفيفه ما شاء الله. جربوها خواتاتي ما تندموش. ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم. ما تنسونيش خواتاتي من الجيم واللايك، فرجه ممتعه.